السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايب لكم فيديو عن ازاي تظبط الحساسية بتاعتك وحساسية ال ADS وحساسية الكاميرا وجايب لكم حل مشكلة ضياع الايم وانتشار الايم. ف وجايب لكم برضو يعني زر الحركة وكيفية ضبط زر الحركة واعدادات التحكم وجايب لكم كمان يعني اللي هي الرسومات. جايب لكم ازاي تخلوا الرسومات بتاعتكم مظبوطة لتقليل اللاج يعني والحاجات ديت. فلو عجبك الفيديو بقى متنساش تحط اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا على الشرح. اولا يا شباب يعني لازم نعرف عشان تعلي مثلا من مستواك في اللعبة او تنزل يعني وما تبقاش حاسس نفسك بوت او حاجات من ديت يعني. لازم يعني مثلا كل يوم بعد قبل ما تفتح مثلا تفتح اللعبة قبل ما تخش جيم، ما تخشش بقى جيم تي دي ام زي اللي بيقولك تخش تسخن ومش عارف ايه والحاجات دي. انت تخش على التدريب عندك والحاجات ديت اللي بعملها ديت تخش عليها مثلا. تمام. وتخش تحاول تضرب على الحاجات ديت كأنهم اللعيبة يعني وتسخن ايدك وتسخن زر يعني تحرك ايدك على زر الحركة تقريبا يعني لو كل يوم ربع ساعة، حتى كل يوم ربع ساعة، وتظبط الدوج بتاعك وتظبط اللين بتاعك. فجايب لكم يعني وتسخن ايدك مثلا على البيك، عايز تتعود على البيك تقف ورا بتاع كده زي بتاعة عماير سكول تدرب ايدك على البيك وفتح السكوب والحاجات دي يعني. واحد يقول لي طب انا مش عارف اظبط زر الحركة ومش عارف اظبط اعداداتي عشان اعرف العب. بص يا غالي، انا دلوقتي انا بلعب بايفون 8 بلس جيروسكوب، فول جيروسكوب 60 فريم. وانا مخلي زي ما اوريكم في اخر الفيديو برضو الحساسية وكيفية ضبط زر الحركة. فانا يعني جايب لكم برضو اعدادات ضبط زر الحركة والحساسية. فكل عايز اعرفه لك ملخص اللي انا قلته يعني. تخش قبل ما تلعب كل يوم يجي ربع ساعة تظبط ايمك زي كده، تظبط ايمك على اللاعب. البري فاير بتاعك ده يقوم البري فاير، ده اللي انا بعمله دلوقتي ده يقوم البري فاير بتاعك يخليه نار. تعالوا بينا بقى اقول لكم ازاي تظبط سبب ضياع البري فاير بتاعك. اولا كده يا شباب هنخش على حساسية الكاميرا الاول. دي الحساسية اللي انا بلعب بيها ودي حساسية الجيروسكوب. تعالوا بقى دي الحساسية بتاعت الجيروسكوب. تعالوا بقى اقول لكم كل حاجة انا عاملها كده ليه وايه فايدتها. اولا حساسية الكاميرا في الجيروسكوب. طبعا اللي بيلعب جيروسكوب بيهتم اكتر بالحساسية الجيرو مش حساسية الكاميرا لان هو بيلعب بالجهاز. فديت حساسية ال ADS. انا مثلا انا عاملها 290 وحساسية الكاميرا عاملها 295. طب ليه انا عاملها كده ومش عاملها فول زي اللي الناس بتلعب بيها؟ عامل اللي الناس بتلعب بيها عاملها فول، انا عاملها مثلا 295. ليه؟ اقول لكم يا شباب، ضياع الام هنا يعني اما بتعلي دي وانت بتتحرك كده. يعني شوف الحساسية ديت وانت بتتحرك من غير ما تضرب. حساسية الكاميرا في الجيروسكوب تتحرك من غير ما تضرب، تظبطها بقى زي ما انت عايز. وهنا ال ADS دي وانت بتضرب يعني تظبطها وانت بتحرك الجهاز وانت بتضرب. تشوف لو سريع معاك تقلل شوية، ولو ولو بطيئة معاك بتقلل شوية. لكن ما تعملهاش يعني مثلا واحد الاقيه عملها لي 400، ال ADS عاملها 400 يعني وانت بتضرب. طب عاملها 400 ده بتضيع ثبات يعني بتضيع انتشار، بتخلي في ام كتير ما يجيش في اللاعب، بتبقى بتسبب انتشار ايم. يبقى ده السبب ان انتشار الايم من تعلية الحساسية.
خلي الحساسية هادية. يعني انا مثلا عاملها في الاي دي اس 290. 290 انا عن تجربة، انا كنت بلعب ب400، وعن تجربة اما خليتها 290، خليتها 290. يعني حسيت ان الايم يعني كله بيجي في اللعب وبتيجي هتشوت، يعني ما في انتشار طلي، بس زي ما قدامكم كده قليل خالص في الكلوز. كل ما تقلل الايم بتاعك تبع الجيروسكوب بتحس بدمج اكتر وبتدمج اللاعب اكتر. كده حلينا مشكلة ضياع الايم، ان انت تقلل الجيرو. الاي دي اس، حساسية الاي دي اس تقللها على قد، يعني تقللها بحيث اللي انت تخش مثلا تتدرب على اللاعب زي كده، تحس اللي عندك ثبات في الايم. مثلا هنيجي على نيجي مثلا على اللي هو الريد دوت. يعني حساسية الكاميرا بتاعته تخش برضو تعملها تحرك، سواء انت بتلعب جيروسكوب، انا بتكلم دلوقتي على الجيروسكوب عشان انا بلعب جيروسكوب. تخش تحرك حساسية وانت بتحرك بالموبايل، الحركة بطيئة بتعلي شوية في الكاميرا من غير الضرب، ما بتضربش، انت بتشوف بس بالموبايل. لو الكاميرا بطيئة بتعلي شوية، بتعلي في حساسية الكاميرا. والاي دي اس كذلك، وانت بتضرب حساسية البتاع بطيئة، حسيت وانت بتحرك الجيرو وبتضرب بسكوب الريد دوت الحركة بطيئة، بتعليها من الاي دي اس شوية. الاي دي اس تبع حساسية الريد دوت وانت بتضرب تعليها شوية. انا كنت عاملها مثلا 300، حاسسها معايا كويسة وانا بضرب، عاملها 300 يعني مظبوطة معايا، ومبلعبش اصلا غير بحساسية الريد دوت 300. وحساسية الكاميرا طبعا عاملها 330 ده وانا بحرك. خش دلوقتي على سكوب 3. يعني انا بلعب بسكوب 3 حساسية الكاميرا وحساسية الاي دي اس. انا كنت بلعب سكوب 3 400 فول جير. ف400 كان بيتحرك معايا سريع، وساعات كان الايم بيضيع مني خالص. فانا عملتها، يعني اتدربت عليها كتير وحسيتها ظبطت معايا. حسيت الكاميرا مثلا عاملها 360، بحس اللي هي سريعة. طب ببطئها شوية، لو حسيتها بطيئة بسرعها شوية، وهكذا. حسيت ال ADS في السكوب 3 انا عاملها 300، ولو حسيتها بطيئة بقللها شوية. بس هي المظبوط في سكوب 3 اللي انا جربته يعني عن تجربة، بخليها 300 حسيت ال ADS وانت بتضرب. بس انا السكوب المفضل بالنسبة لي، وهتستغربوا يعني، انا سكوب 4 المفضل بالنسبة لي. سكوب 4 انا يعني ما بلعبش غير بسكوب 4، هو سكوبي المفضل يعني، بعيد عن سكوب 3 وسكوب 6. بس سكوبي المفضل 4. سكوب 4 عامله في الكاميرا 280، دي الحركة وانت بتحرك من غير ما تضرب. عاملها 230. حسيتها بطيئة بتعليها، حسيتها سريعة بتبطئها شوية. وحسيت ال ADS عاملها ال ADS مثلا انا عامل ال ADS عاملها برضو نفس حساسية الكاميرا 230، وعندي مظبوط والكاميرا مظبوط، ويعني ساعة الضربة مظبوطة وكل حاجة مظبوطة. فسكوب 4 زي ما انتوا شايفين عامله 230 في الكاميرا وفي ال ADS. وهعرض لكم برضو الحساسية و... وكل حاجة عن الحساسية هعرضها لكم في آخر الفيديو، الحساسية اللي أنا بلعب بيها. نيجي دلوقتي على حاجة مهمة، يعني معظم الناس بتسأل عليها وعن تجربة يعني برضو. منظور، نعمل اللي بيلعب موبايل يعمل منظور الشخص الثالث، ولا يخليها المنظور بتاعها على 80، نخليها 90 ولا 80؟ بصوا يا جدعان، 90 وانت بتلعب موبايل دي بتبقى في دمج كتير، تمام، وبيبقى اللاعب بعيد عنك. وفي الكلوز هي بتكبر لك الصورة وكل حاجة، بس في الكلوز بتضيع لك ايم كتير، ويخلي اللاعب بعيد عنك، انت مش شايفه كويس. ولكن لما ترجعها ل80، بص
انت في الكلوز يعني بتبقى شايف اللاعب واضح وكل حاجة. الشاشة صغيرة شوية بس ما بتعملش عندك فيك دامج، وبتبقى اللاعب واضح وبتلعب كويس في الكلوز. وهنا حساسية الرد نخلوها 90، نخلوها 80، 75. في ناس انا بلعبها 80 ومظبوطة عندي 80. ودي اعداداتي، وديت اعدادات. ودي الرسومات عندي اللي فوق بتخليها سلسة، يعني اقل حاجة بتخليها سلسة، وبتخلي اللي تحت 60، والاتنين اكس بتلغيها وبتلغي الحاجات ديت، وبتخلي الضوء على 130. وهنا برضو الصوت. هنا بقى الحساسية بتاعتي اهيت، حساسية الكاميرا وحساسية الإيديس تبع الجيروسكوب. هنخش بقى يا جدعان، يعني نخش على التحكم. التحكم يعني اظهر لكم بس اعداداتي بتاع التحكم. ده انا بلعب 4 أصابع جيروسكوب. دلوقتي هنخش على شرح زر الحركة، ونخليها قد ايه، الحجم بتاعه قد ايه. بصوا يا جدعان، زر الحركة بنخليه مثلا انت بتلعب موبايل، انت تخليها على حجم الجويستيك بتاع صوبعك. يعني بتحطها كده سواء. بصوا يا جدعان، بطيئة يعني بتكبرها هيبقى اللعب معاك بطيء، صغرها شوية عشان يبقى اللعب معاك سريع. تمام. يعني مثلا تخليها على 87، 85. انا بلعب على 87. وحركة اللاعب يعني سرعة اللاعب انا بخليها منفصلة عن الجويستيك. ليه؟ عشان يعني مثلا اما اتحرك ما تفصل، يعني اما اتحرك ما تفصل، ما اما تدوس لقدام اللاعب ما يجريش لوحده. يعني ايه اما بدوس لقدام بفضل متكة، انا مادام سبت اللاعب بيقف، مادام سبت اللاعب بيقف لوحده. فانا عاملها منفصلة. ويا جدعان نسيت اقول لكم، شغال اللقطات بعد الجيم اللي هو تسجيل اللقطات والحاجات دي اطفوه، يعني ما تفعلوش خالص، اطفوه. وبس كده يا جدعان. وتقليل الرندر، ما تلعبش مثلا يعني وانت بتصور لو جهاز سخن او كده، ما تصورش والجهاز سخن. ده كله بيعمل رندر عندك. وحاول تقعد في حتة، يعني في حتة مثلا الجهاز تجيب له مبرد عشان برضو الحرارة بتسرع الجهاز. بس كده يا جدعان يكون الفيديو خلص. ما تنساش بقى تحط اشتراك في القناة ولايك عشان اكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.